أول أكلة ليا بعد العيد وبعد طول الغياب، قلت كده أعوضهم عن الأيام اللي عدت، يمكن ده يعوض يعني. لكن للأسف يا بنات، مهما عملنا من أكل ومن أكلات حلوة كتير أو حلويات حتى، عمره ما بيعوض الألم ولا الوجع ولا الحسرة والكسرة اللي احنا مرينا بيها والألم اللي شفناها في حياتنا. كلنا طبعا بنمر بضغوط نفسية تقريبا شبه يومية، كل يوم تلاقي حاجة تمغص عليك عيشتك، حياتك الهادية البسيطة. وللأسف كل ده ليه؟ علشان حواليكي ناس حاقدين، قلوبهم مليانة سواد من ناحيتك، ويفضلوا يعملوا مشاكل ومكائد ليكي طول الوقت، لحد ما خلاص تبقي على الزرار مش طايقة نفسك، ولحد ما تسيبلهم الجمل بما حمل. طب كده الموضوع خلص خلاص؟ لأ، للأسف يسيب جوانا آلام وجروح وكسرة وقهرة جامدة على عمرنا اللي اتسرق مننا هدر وضاع في النكد والحزن المغلي اللي اتفاجئنا بيه وكان مستنينا، وما كانش ولا على الخاطر ولا على البال يا بنات. وكمان الأدهى والأمر إنه بيتحول لأمراض مزمنة ملهاش عدد وكمان ملهاش علاج، وبندفع تمنها من صحتنا وحرقة دمنا وأعصابنا للأسف. حسبي الله ونعم الوكيل بجد في كل مؤذي. ربنا ينتقم منهم أشد انتقام ويورينا فيهم عجائب قدرته بحق جاه النبي.